السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي متابعيني على راسي من فوق، ربنا يبارك فيكم يا رب وفي امه محمد اجمعين. ربنا يرزقني بالخير ويرزقكم بالبركه يا رب ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم الرومي بتاعنا بسم الله ما شاء الله من اصعب التربيات. فصل الصيف هو الرومي عشان الجدري والاحتباس الحراري والكلام ده كله، ففي ناس كتير ما عندهاش خلفيه من تربيه الرومي. فانا بعمل خلطات بسيطه جدا جدا بتحافظ لي على الطيور من الجدري وبتدي لهم مناعه عاليه جدا جدا، فربنا يبارك. فالرومي ده كان محطوط على الارض مع سمان وفراخ، فانا حبيت ان انا اعزله لوحده عشان اديله الاهتمام الكافي، عشان ما يحصلش فيه لا جدري ولا يحصل احتباس حراري ولا الرومي بتاعي ينشف من الحر. انا حطاهم في موكس هنا اهوت، في سلاكه في الدور الثاني اهوت، وعامله لهم لمبه 100، مفيش اكتر من كده. فربنا يبارك يا رب. في خلطه جميله جدا جدا انا بعملها للطيور بتاعتي، وفي مكونين كمان انا بضيفهم بس بيكونوا لوحدهم. الخلطه اللي موجوده معانا دي، موجود معانا شطه حاره، بصل، توم، معايا معلقه كبيره من الكركم. دول 3 مكونات اللي مفرومين معانا: بصل، فلفل، توم، وليمون اخضر كمان. 4 مكونات. جبت حبيتين من الليمون و4 بصلات وراسين توم، وجبت اللهم صل على محمد و4 قرون شطه حاره من اللي هي الحاره النار، الفلفل السوداني الحار انا حاطه منه. طب الحر ليه؟ عشان يقتل اي بكتيريا في جسم الرومي بتاعنا. وكميه من البيض سلقتها وجبتها بيض فرزه، بيض طازه موجود عندك. شايفين من الاهتمام بالطير عندي او بالرومي بمعنى اصح، شايفين بيضه بصفارين اهي. ده الصفار الاولاني اهو بسم الله ما شاء الله، وده الصفار الثاني من اهتمامي بالطير بتاعي. انا بعمل الخلطه للروم الكبير عشان بس الناس يبقى عندها خلفيه. خلطه للروم الكبير بعمل لهم علف تركيز 21% خشن، مع ذره خشن، ذره وسط عفوا، ذره اصفر وسط، مع عيش مطحون في المدشه. بحط عليه كميه من الكزبره الخشنه، كميه من الكركم، بحط كميه من الملح. يعني بعمل خلطه كبيره، بحط عليها كيس ملح، بحط عليها نص كيلو شطه، بحط عليها نص كيلو كزبره على كركم. ده الكميه اللي بعملها للطيور بتاعتي، للرومي الكبير اللي بينتج عندي بيض وباخد منه انتاج. فربنا يبارك للجميع. فالرومي الصغير عندي بيبدا من عمر يوم، ببدا اسلق بيض، معلقه كركم على العلف، يعني بيضه مسلوقه مع معلقه كركم على العلف، وبقلبه لهم من عمر يوم. بشتغل معاه من كده بكده على طول، ومعلقه سكر في الميه. عشان بس في ناس كتير بتسالني على الطيور، فانا هنزل فيديو مفصل على قناتي على اليوتيوب. اللي حابب يدخل يشوف الفيديو انا تحت امركم يا جماعه. هعمل فيديو مخصص عن تربيه الرومي من عمر يوم، في ناس طالبه مني من عمر يوم لحد عمر الشهر، فهديكم تفاصيل كافيه عن تربيه الرومي. قناتي على اليوتيوب، اللي هيشوف بس الفيديو ده على حسابي على التيك توك، قناتي على اليوتيوب يوميات ام ليلى لتربيه الرومي وجميع انواع الطيور، دي اسم صفحتي على اليوتيوب. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله. فانا هقلب الخلطه دي دلوقتي، ادخلوا على الفيديو على اليوتيوب وانت هتعرفوا انا عملت ايه مع الرومي بتاعي.